عملت بقى النهاردة أسرع محشي في التاريخ كله. جبت طماطم وجبت بتنجان أبيض ومخدد وفلفل رومي والخضرة هي 3 حزم. أول حاجة بقى عملتها خالص قورت البتنجان والفلفل ونضفت الخضرة وضربت كده الطماطم في الخلاط. هنا بقى بشرت بصلاية كبيرة كده، حطيت عليها بقى زيت. هنا بقى دبلتها على النار كده ورحت نازله بقى بشفشق طماطم كبير كده، فيه بقى ملح وفلفل وكمون بالشكل ده. وقلبت بقى كده التوابل مع الطماطم ووطيت عليها بقى وسبتها تتسبك براحتها خالص. اتسبكت بقى خالص كده، نقصت خالص كده. ورحت نازله بقى بالرز، نزلت بكيلو رز ورحت مقلباه بقى على النار. التقليبه ديت بتخلي معاكي التسبيكه حمرة جدا حتى بعد ما المحشي يستوي. بصوا بقى لون التسبيكه عامل ازاي، ما شاء الله عليها. طبعا كانت عايزه شويه رز كمان لان الصلصه كانت اكتر من الرز. هنا بقى حطيت الكيس كله. بصوا بقى الجمال. خرط بقى الخضره. وهنا بقى ما كانش عندي شوربه فرحت حاطه قلبين ماجي مع ورق لوري وملح وفلفل وكيس صلصه وشويه ميه. اقلب بقى الخضره مع الرز وحشيت بقى البتنجان والفلفل بالشكل ده. وكان عندي بقى ورقتين ورق عنب كده، رحت عاملاهم طاجن وحط على الوش بقى باقي الرز اللي اتبقى. ونزلت بقى بالشوربه على المحشي. وبصوا بقى تحفة، والمحشي في الطاجن حاجة تانية يا جماعة. بصوا الجمال. والمحشي بقى منقياه صغير، البتنجان منقياه صغير خالص، كان زي العسل.